اهلا بيكم في الخميس اللذيذ، واتمنى انه يكون يوم لذيذ فعلا على قلوبكم. انا عارف ان انا شكلي غلط والاوضه شكلها غلط لان انا ما فردتش البطانيه، يعني ما لميتش البطانيه، بس كسل، يعني انا مكسل اعمل فيديو اصلا، فمعلش عدي معايا اليوم. انا طبعا سالتكم على الانستجرام تحبوا فيديو يوم الخميس الجاي يكون عباره عن ايه، موضوع هادف او موضوع هايف، عادي مش هتفرق معانا، كده كده بحب الهيافه، فطبعا كله طلب ان يكون الموضوع هايف. فبصراحه انا مش لاقي اهيف من الفيديوهات اللي المدام مجهزاها ديت، انا اسف يا مدام، فتعالوا نشوفها مع بعضينا ونعمل ردة فعلنا عليها. كل اللي انا عايز اعرفه ليه الكوميديا بقت سودا؟ ليه؟ هشيل يعني هشيل. اتحداك يا ابو سلام ترفع البرميل لو تاخذ مليون الف جنيه سعودي. الناس لا تكون فاضي. مليون الف جنيه سعودي دي كوميديا على فكره، يعني هو كان قصده ان هو يضحكنا الفنان، ولا السعوديه عملتها الجنيه عادي؟ للناس هفتح الشنطه قدام الناس. مليون الف جنيه سعودي. اثبت للناس ان هو فاضي ولا مليان. الناس اللي عايشه لكن في الاصل ميتة. اديني مليان ولا فاضي. مليون. وريني مليان ولا فاضي. بتتخانقوا مع بعض ولا بتتخانقوا معانا ولا بتتخانقوا مع مين بالظبط؟ الشنطه دي تبقى على جنب. الشنطه دي وحد. ابو سلام. الله اكبر. مليان ولا فاضي. مليان ولا فاضي. خلاص يا ريس، غرقت وشي خلاص، شكرا، انا عرفت ان هو مليان، اتاكدت والله، هو هيفضى بعد اللي انت بتعمله دوت. مليان يا مليان. لو كان برميل شيلوه. يا مليان يا مليان يا مليان. والله فدي، والله فدي. وحدوا صلوا على النبي، لو مليون برميل نقدر نشيلوه. لو 20 مليون زودوا كده. طالما مسلم من ولا اقول لك على حاجه، وحد لا اله الا الله محمد رسول الله. في حسبي لو عرفوا يحسبوها انا هشيل الدور الجاي، هيعرفوا ولا مش هيعرفوا؟ طب احنا نحسب ليه يا اسطى؟ احنا مالنا بالحسب؟ انت طالع بتعمل فيديو بتقول ان انت هتشيل البرميل دوت وهتاخد مليون ما اعرفش ايه جنيه بس سعودي، والله العظيم ما قادر، يعني الكوميديا بتاعتكم مخلياني هموت على نفسي من الضحك. قد يقول ابو السلام ان شاء الله هيعرفوا. انا عمري 20 ناقص 7 زايد 5 ناقص 9 زايد 4 ناقص 3، هيعرفوا الحسبه دي ولا مش هيعرفوا؟ العجل ببطن امه يا اسطى، العجل ببطن امه. ان شاء الله هيعرفوها. نفتح الشنطه قدامها. افتح الشنطه لما يعرفوا الاول ونعرفوا نشيل البرميل ولا لا. عاش عليك يا جماعه. بالصلاه على النبي، الله اكبر. الله اكبر، هو ظهره اتخلع فبيقول له بالصلاه على النبي عليك الله اكبر، لان الراجل بسم الله ما شاء الله جته، يعني هو اصلا مين اللي هيشيل البرميل فيكم؟ كل اللي انا عرفته في الفيديو دوت ان هما ابو شنب وسارينا بيه. سارينا بيه ما تقولوش سارينا عادي، ده سارينا بيه. وغرقت البطاطين. ماشي، ما انا ضحكت والله العظيم، يعني انا ميت على نفسي من الضحك. الاستاذ عادل امام لايت منور يا فنان، عامل ايه؟ والله العظيم وحشنا. اللي عجبني فيه ان هو عادل امام اكتر من عادل امام نفسه، يعني هو شبه عادل امام اكتر من عادل امام نفسه، فبجد لا عاش، يعني ده استاذ عادل امام لو شاف الفيديو دوت ممكن ما يطلعش يمثل تاني، هو كده كده مش طالع يمثل تاني، معرفش. شفت لما تقعد مع اصحابك على القهوه ويقولوا لك غني لنا انت صوتك حلو، وهم اصلا بيكونوا قاعدين بيترولوا عليك، قاعدين بيتريقوا عليك؟ او دوت برضه الفنان حد ضحك عليه وهو صغير قال له انت شبه الاستاذ عادل امام، فطلع عاش بقى دور عادل امام. كل فيديوهاته عباره عن كده تقريبا يعني، فنسيبنا من الفنان عادل امام لايت ونخش نشوف الفيديو اللي بعده. طب يا جدعان انا ماشي جنب الحيط يا جدعان، انا ايه اللي دخلني النار دلوقتي؟ انا والله ما بقتش اكذب ربنا، ما بطلعش فيديوهات وحشه معايا، انا ايه اللي دخلني النار؟ ولا دي مش النار ولا ايه؟ دي جهنم، دي جهنم الحمر حرفيا. انا مش عارف مراتي جايبه لي الفيديو ده ليه بصراحه، بس انا قلت لها جهزي لي فيديوهات انت شايفاها بتضحك من وجهه نظرك، لان انا مراتي دمها تقيل شويه انا عارف. مراتي هعمل ايه؟ طب هعمل ايه؟ مراتي لازم استحملها، فهي شايفه ان ده كوميدي ولا انا مش عارف. جوه خش جوه اللي هيرمي زباله عند بيتي هقل منه خلصانه اقر يرمي زباله عند المنطقه هو يا معلم كده. هي والله العظيم يا اسطى المنطقه يعني هي مش محتاجه ان انت ترمي فيها زباله، لان ده الكخ نفسه، يعني في ده مفيش جزء انت صورت فيه ما فيهوش زباله يا ريس. ايه ده؟ مين ده؟ ده اخوك انت؟ خد يا ما بلاش ده يا عم، اركن على جنب وسط الدارة. انت يا رب تمسك الزباله كده، انت مش شايفني يا ولا ايه؟ لا. ايه يا انت اخو مين يا؟ قول معلم انت. هو مين اللي قال لك ترمي زباله هنا؟ هو اللي قال لك؟ وصل له ده يا تعالى هات الشنطه دي، هات تعالى كده، تعالى تروح للمعلم كنتاكي
ها قلت له المعلم كابو قال لي مني. يلا معلم كابو ما تفتحش صدرك عشان معلم كنتاكي اشهر. بعد اذنك يا معلم كابو. ايه يا زيري؟ المعلم كابو انا مرمي الزباله ده مندي وانا ما ترميش انا تاني. بقول لك ايه، هتضرب رجاله ونزل البيت المعلم كابو على الارض. فينا بسرعه. مش عارف برضه هي شايفه ده كوميدي ولا ايه، بس معلش نستحملها يا جدعان، برضه دي مراتي بعد اذنكم يعني. معلش. يا اخواتي انا ولا بتاع مشاكل ولا بتاع حوارات، بس وقع قدامي صفقة مشاكل وانفرضت عليا واخدت فيها 5 غرز. هل يا جماعة الموضوع ده عاجبكم ولا جاي معاكم ولا اعمل ايه؟ حطوا نفسكم مكاني يا جماعة. انا انفرضت عليا مشكلة واخدت فيها 5 غرز، بس انا هل مش غلطان، انا مش هخلص. مش عيب ولا حرام، مش بتاع مشاكل واتفرضت عليه مشاكل فلازم كان يعمل مشاكل. المشكله بكام؟ طب يا اسطى يعني هتبيع لنا المشكله بكام؟ منك لله يا شاذلي. السلام عليكم. السلام. بكام اللب ده يا معلم؟ سوبر ده الكيلو ب 200. بالراحه على الحاجه يا عم. يا راجل كيلو بقى ب 200؟ يعني نص كيلو بكام؟ النص ب 100. واوعى ايدك يا عم من الحاجه. واحنا هناكل من اللب حته ما كلها؟ ما انت بتاكل. ايوه فعلا يعني انت فعلا بتاكل. تيجي يا عم تقزقز وتمشي يا عم، وكلها ماشيه على الله وتسعير ربنا. المهم الربع كيلو بكام؟ انت هتقعد ترغي كتير، شيل ايدك من على اللب يا عم. وعامة الربع ب 50. يا عم مالك، خد ودي مع الزباين، الزبون دايما على حق يا صاحبي. بص انا عايز اعرف التمن بكام؟ مش انا قلت لك انت ولا بتاع شراء ولا نيله؟ انا عندي بس معلومه، انت شكلك مش بتاع لب اصلا. يعني هو مش بتاع شراء، انت قريتها ماشي حلوه، بس انت شكلك مش بتاع لب. انا مش هنكد على نفسي. الموضوع مش مستاهل نكد. انا هبطل نكد وهدور على ايجابيات. انا هستمتع بكل لحظه. بقيت مبسوط جدا بعد الفيديو بتاع حضرتك. يعني انا مش عارف بصراحه، لولا الفيديو بتاع حضرتك ما كنتش هبقى في الابتسامه ديت. يعني حضرتك ملاحظه طبعا الفرق قبل الفيديو والفرق بعد الفيديو. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خير. لما تنزل تشتري ايفون من على النت كمل للاخر فصلان. اتمنى انه يكون فصلان، لان انا بجد محتاج اضحك عشان انا عايز اعرف ليه الكوميديا بقت سودا. بس صح. حوض العربي اللي كنت منزل تليفونك على اعلان على النت. تليفون الايفون؟ اه. وانت اللي جاي تشتريه؟ ايوه انا. التاخير ده صاحب التليفون اتباع. ايوه صاحبي. خسرت اقسم بالله. التليفون ده كان تليفون لقطه. 30 زبون دخلوا اتلموا عليا كده، كتروا عليا قبل ما انت تيجي. انا لو فاتح محل مش هيعملوا كده. يا خساره خسرتها العده دي. ايوه كان نفسي بص كانت هتليق عليك قوي. انا كنت بدعي والله لو يبقى من نصيبي. قول لنفسك بقى، صعب تلاقي حته زي دي النهارده. صعب صح. لا مش صعب، ايفون موجود. انا كنت بحصرك بس عشان بعد كده تلتزم بمواعيدك. لا انا كنت بدعي والله التليفون ده يبقى من نصيبي. حلو انك عارف ان التليفون لقطه. التليفون موجود الحمد لله. التليفون ده مش هلاقي زيه زيرو الصراحه. زيرو؟ ده التليفون ده زيرو لانجا يا باشا. التليفون ده في السنتربيسو. مش كنت كاتب عليه اللي هو ما تدبش فيه مفك؟ لا الصراحه ما تدبش فيه مفك، وبس في شويه مشاكل عبيطه. ايه المشاكل؟ غير شاشه وبطاريه وظهر. كل ده وزيرو ما تدبش فيه مفك؟ بسيطه يا عم، بسيطه. ما انا مديله واحد بيفهم يا باشا، عمله بطريقه صايعه ما حدش يقطع عليه، ما حدش فيه مفك. التليفون ده استعمال حريمي ملمس. انت بتهين نفسك كده عامه. يعني استعمال حريمي ده كده انت هنت نفسك خلاص. ازاي استعمال حريمي؟ انا طول اليوم بفضل اكلم بالبيت. ازاي يا صاحبي كل ده انت مغيره وهو زيرو؟ يا باشا زيرو، ما انا مغير الحاجات دي جديده. بقى زيرو ولا مش زيرو؟ بقى زيرو. طيب قول لنفسك بقى. عشان كده كاتب السعر ب 1300 جنيه. مين ده حبيبي؟ ده انت في ميه البطيخ. 1300 جنيه ده انا بجيب رجلك بيهم زي الصياد والطعمايه كده. 1300 جنيه دول انا اخدهم منك واديك بيهم مكالمات. التليفون ده ب 13000 جنيه. ازاي يا صاحبي ده كده يبقى فيه زيرو ناقص؟ دور بقى انت على زيرو مع اي حد، شوف اي حد من اللي ماشي خد منه زيرو. جامد. لا جامد بصراحه. انا يعني خده واديك معاه ضمان 5 سنين. وانا اضمنك منين 5 سنين يا صاحبي؟ ده الراجل بيتربط من ايه؟ من لسانه. من ده. وانا لساني طالما طلع جمله يبقى انا
مش قدها وانا ضمان 7 سنين عشان تبقى تعرف بعد كده انت بتتعامل مع مين. انا بصراحه اشتريت، يعني كلام الراجل في محله، يعني انا اشتريت خلاص. موافق يا ريس، موافق. انجز عشان في ناس ياما وفي زبائن بتتصل، انا عمال اكنسل، خلي بالك. لا يا صاحبي انت كده بتلفني. انت اللي شكلك جاي تحرق جاز وتخسب بسعر التليفون الارض، والتليفون لقطه ما فيهوش اي حاجه. التليفون مش بص كله 0 في 0. صح، مغير شاشه، مغير بطاريه، مغير كابل الشاشه، ما اعرفش ايه، هو فعلا 0. لا فعلا 0. لا بس حرام يا صاحبي، انت كده بتغفل الناس. لا شيل اللي علينا يا صاحبي. شيل اعلان ايه؟ اللي انت اعلان ايه اللي منزله. اشيله وانزله؟ ايه ده اخد ترند يا ابني، ده مصدر رزق الاعلان ده انا اتصيدت بسبب الاعلان ده. لقيتهم منزليني على جروب اهالي اسكندريه وكاتبين احذروا النصاب ومصوريني والناس بتيجي تتصور معايا. ده مصدر اكل عيش يا جدعان، وكل اللي هيجي لي يقول لي نفس الكلام. النهارده ربنا رزقني ب 500 زبون قبلك جم قالوا نفس اللي انت قلته. ايه يا جدعان مالكم يا جدعان؟ ولا انتوا ما بتحبوش اللي يجي معاكم دغري، بتحبوا اللي يلف ويدور معاكم؟ تليفون 0 مغير شويه حاجات، مغير شويه حاجات. ايه يا عم انت بتفضل طول حياتك عايش بنفس الطقم، ما بتغيرش، ما بتستحماش، ما بتغيرش التصريحه يا جدعان. اقسم بالله مقنع. انا اقتنعت، يعني انا عن نفسي مقتنع خلاص يا اسطى. انا اشتريت، لو هو مش هيشتري انا اشتريت خلاص. عندك شحن؟ عندك يعني ممكن تبعتهولي على القاهره عادي. روح شوف لك عده موتوريلا وبعد عني. صح صاحبي انا كان نفسي اجيب تليفون ابو 3 كاميرات. لا يا باشا، انت تجيب تليفون عادي يا باشا وتجيب قلم فلوسكاب وترسم 3 كاميرات وتمشي تضحك على اصحابك بال 1300 جنيه اللي معاك دول. روح يا صاحبي، مفيش تليفونات للبيع، انا همشي بيه. على حق يا اخويا، على حق، ما تضايقش نفسك. بس انت راجل زي الفل وكلامك كله زي الفل. بس انا لغايه دلوقتي لسه ما عرفتش ليه الكوميديا بتاعتنا بقت كده. يعني بصراحه يعني انا ما ضحكتش. انت كلامك اقنعني وانا اشتريت بس ما ضحكتش. انا عايز اضحك. المفروض ان انت عامل الفيديو بهدف كوميدي ولا هدف توعوي ولا هدف ايه؟ يعني بصوا يا جدعان، من الاخر اللي يعرف ليه الكوميديا بقت كده ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات، لان انا مش عارف وعايز اعرف. ولان السؤال ده بجد هيموتني. وهل انا دم تقيل؟ انا دم تقيل بجد زي الناس ديت ولا لا انا عادي ولا ايه؟ ما مش عارف برضو، عشان ممكن يكون دم خفيف على القلب انا بس. فلو انا دم تقيل زي كده اوعدكم ان انا مش هطلع على السوشيال ميديا تاني خلاص. بس ان يكون حد مستثقل دم كده بجد، لا احنا لازم نحط النقط على الحروف. انزل تحت في الكومنتات اكتب لي دم تقيل ولا دم خفيف ولا انا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا اصلا؟ وعزيزي المشاهد، دي كنا نهايه الفيديو النهارده. اتمنى ما تنساش تعمل شير ولايك وكومنت عشان يعني جاي بس كده خلاص. سلام سلام سلام، هتوحشوني. سلام 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 سلام. بقى الامكانيات بدات اتعب وادور واعمل افكار جديده. دايما على طول بدور على اللي يفرح قلوبكم ويخلي الضحكه تنور الدنيا كلها. الدنيا كلها. جيش الكابو دوسوا لايك.